السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عزومة اول يوم رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل حاجة بسيطة وسهلة وما تبقاش مكلفة زيادة عن اللازم. طبعا هي كل حاجة مكلفة، بس يعني مش عايزين نكلف نفسينا اكتر من اللازم. النهارده هنعمل فراخ بطريقة كده سهلة وبسيطة، ومش هتاخد معانا وقت. ولو عايزين تعملوها من قبليها بالليل وتحطوها في التلاجة وتيجوا تاني يوم تسووها على طول، هيبقى طبعا احسن وطعمها هيبقى احلى واحلى. انا هخش بقى على المكونات. انا معايا هنا فلفل احمر، الفلفل ده بارد. والفلفل ده بارد برضو، كنت فاكراه ان هو حامي، لا هو برضو بارد. والفريزر ده متجمد. بصوا هو متجمد، انا حطاه في الفريزر، مش بخرطه ولا حاجه، بحطه كده زي ما هو وبديله شطفه كده وبطلعه واخرطه. والفلفل ده كده حامي، يعني انتوا لو انتوا عايزين تحطوا فلفل حامي براحتكم، عايزين تحطوا فلفل بارد براحتكم. ومعايا طماطم. الطماطم هنا غسلاها وشطفاها، ولازم طبعا نحوش الحته الخضراء اللي بتبقى هنا. ومعايا ملح وفلفل. معايا الملح طبعا حسب ما الحاجه هتبقى محتاجه، يعني ديت معلقه ملح كبيره، دي معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ونص. تمام. هنزود الفلفل الاسود عشان خاطر الفراخ بتحب الفلفل الاسود قوي. وده بصل. الطماطم زي ما انتوا عايزين الكميه اللي انتوا عايزينها، والبصل برضو زي ما انتوا برضو عايزين الكميه اللي انتوا عايزينها. البصل ده برضو انا شطفته كده وقطعته نصين وحطيته في الفريزر. بصوا علشان خاطر، يعني عشان خاطر لما اجي اقطعه ما يحرقش في عيني. الطريقه دي حلوه قوي يا بنات. قطعوا البصل كده او عادي وهي صحيحه، مفيش مشكله. قطعوها وحطوها حوالي 10 دقايق في الفريزر. هتيجي تقطعوا البصل مش هتلاقوا ليه اي ريحه، ولا هتدمعي ولا هتعملي اي حاجه. طبعا انا هقطع البصل وهرجع لكم علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. هقطع البصل واجي. بصوا يا بنات، انا قطعت البصل اهو. قطعوا البصل زي ما انتوا عايزين، قطعوه بالطريقه اللي تعجبكم. خلاص. وهحط الملح والفلفل. لو انتوا حابين تحطوا اي بهارات دي براحتكم، ترجع لكم انتوا. الناس اللي بتحب تحط برده مرق الدجاج برده براحتكم اللي يعجبكم. خلاص. بس انا طبعا مش انا بكتفي بالملح والفلفل بس. هدعك البصله كده، هدعكها كده شويه. طبعا الفراخ انا غسلاها ومنضفاها، بدعكها الاول بدقيق وملح، وبعد كده بنقعها في ميه واحط فيها ملح واحط فيها سكر واحط فيها ليمون ودقيق. تمام. الطريقه دي طبعا بتخلي اي زفاره في الفراخ بتروح. لو حابه تدعكي الفراخ بليمون برضو تبقى حلوه قوي قوي، برضو بتشيل اي زفاره منها. خلاص. انا دعكت اهوت البصله. هجيب بقى الفراخ، طبعا انا مصفياها ومنغذاها بالسكينه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكميه برضو كميه الفراخ اللي تعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الفراخ. طبعا انا منغذاها بالسكينه، بجيب السكينه كده وبنغذها كده. خلاص. الفراخ كلها. هاخد الفراخ وادعكها بالبصل كده. يا رب يكون واضح. ادعكها كده من تحت الجلد ومن فوق الجلد كده ومن كل حته. خلاص. هاخد قطعه قطعه و بصي اعصري كده، اللي حاولي ان انت تنزلي ميه البصل كده فيها. خلاص. هعمل الكميه كلها وارجع لكم عشان خاطر ما اطولش عليكم. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتكتبوا لي كومنت كده حلو. خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات، انا عملت البصل اهو، دعكتها في الفراخ زي ما قلت لكم، تحت الجلد وفوق الجلد كده، من بره ومن جوه. وكمان قطعت الطماطم والفلفل. خلاص. قطعت الفلفل اهو، هفضيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادعك برضو الفراخ. خلاص. اقلب بقى كله كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هحش منهم واحط في صينيه تانية علشان خاطر يستووا براحتهم. اقلب كده من تحت لفوق.
وهحط على وشهم زيت. خلاص اجيب صينيه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب صينيه هنا تانيه، هحطها كده وبرده اخد برده من الخلطه دي واحط كده عليها. خلاص ارص كده وارص هنا في الصينيه ديت. اهو كده حبيت خلطه من دي عشان دي ما تبقاش مظلومه، برضو من تحت ومن فوق كده، اخلي في الصينيه كده من تحت ومن فوق. خلاص كده كفايه عليها. هنا كده برضو عايزين تحطوا برضو تحت الجلد كده، حطوا بيدي طعم حلو قوي في اللحمه بتاعت الفراخ. خلاص ماشي. طبعا انا بعمل باستعجال عشان ايه مش عايزه اطول عليكم الفيديو. خلاص هحط زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط زيت ماشي على الوش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلو يا بنات ان ممكن ان انا اعمل الطريقه ديت واحطها في التلاجة، اغطيها بستريتش ولا حاجه واحطها في التلاجة، وممكن اجي تاني يوم اروح احطها في الفرن على طول. هتاخد، او ممكن تحطيها على البوتاجاز من فوق تاخد غلوتين وبعد كده تروح حطها في الفرن. عايزه تحطها في الفرن على طول حطيها، بس يا ريت تكونوا مغطيينها بورقه فويل او بصينيه ألمونيا او حاجه، وتخلوها تستوي كويس قبل ما تطلعوها. يعني قبل ما تستوي كده بنص ساعه تروحوا حايشين الغطا ده من عليها علشان خاطر الفراخ تاخد لون من فوق. خلاص، او تحطوها تحت الشوايه. هرش كده على وشها حبه فلفل اسود. خلاص، وهسيبها شويه وبعد كده احطها في الفرن على نار عاليه لمده نص ساعه، وبعد كده اهدي النار شويه عليها على نار متوسطه. خلاص، ده كده الفراخ بتاعتنا خلاص على وشك الانتهاء. هنشوف هنعمل ايه تاني بعد كده او ايه اللي معانا بعد كده. خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات، طلع معانا ايه؟ المحشي. المحشي طبعا مصر كلها هتاكل اول يوم رمضان محشي. بصراحه هو بينفع في العزومات رمضان او غير رمضان، وبصراحه بينقذ في العزومات. هو بياخد وقت ورخم في اللف بتاعه كده، بس بصراحه يعني بيحل اكلات كتير. يعني بدل ما تعملي اكل كتير لا بتعملي محشي، وممكن تعملي مثلا رقاق وخلاص، او جلاش، يعني اللي يعجبك. خلاص، انا طبعا عامله المحشي. هتقولوا انت حطاه في صينيه. انا بحب اعمله بصراحه في الصينيه ديت او في الصواني الجرانيت، يعني بتريحني عن الحلل الالومنيا بدل ما اقعد ادعك وكده. يعني فاهمين انتوا، الدنيا بقى صعب كده. هحط حبه من الخلطه بتاعت المحشي. خلاص، هحطه كده. لو ما عندكيش من الخلطه حطي حبه صلصه طماطم عاديه. ما عندكيش صلصه ممكن تقطعي كم طماطمايه، يعني طماطميتين ولا حاجه، وتغطي بيهم المحشي كده علشان خاطر يبقى المحشي احمر وحلو، ما يبقاش مبيض. يعني الرز ما يبقاش مبيض، لا احنا بنحب المحشي كده. يعني متهيألي الناس كلها المصريين كلهم كده بيحبوا المحشي كده يبقى ايه، احمر كده وملعلع زي ما بيقولوا. وهحط لو حابين تحطوا شطه حطوا، مش حابين خلاص. انا حاطه هنا نص معلقه صغيره شطه وحاطه معلقه كبيره من البهارات. خلاص، احطهم كده ورشرشهم على وش المحشي. طبعا اكون بغلي الشوربه او ميه بمرق الدجاج واظبط الملح بتاعها. خلاص، واحط بقى على وشه كده حبه زيت، احط حبه سمنه بلدي، يعني معلقه، يعني معلقه مش حبه حبه يعني. خلاص، هحط على وشه كده حبه زيت، عشان انا نسيت اجيب الزيت، اجيبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده على وشه كده حبه زيت، وبعد كده اروح اسقيه بالشوربه او بالميه وعليها المرق الدجاج. خلاص، واظبط الملح بتاعها. طبعا هنا الملح هنا مش ظبط، فلازم اظبط الملح. خلاص، واحط كده ونشوف بعد كده الحاجه لما تخلص هتبقى ايه الدنيا. يا بنات لما تيجي تحطوا الشوربه لازم الصينيه تتهز
لازم الصينيه تتهز كده بعد ما تحطوا الشوربه عليها، عشان لو ما عملتوش الحركه دي المحشي هيستوي حاجه وحاجه لا، يعني صوابع هتستوي وصوابع لا مش هتستوي. خلاص لازم الحركه ديت. وطبعا الصينيه بكون مغطياها بغطا حله او بصينيه. خلاص خليكم معايا. الاكل خلص يا بنات. بصوا الفراخ عامله ازاي. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا فحمايه وتشوها كده بزيت وتغطوا الفراخ، هتبقى ريحتها زي المشويه بتاعت بره بالظبط. هي طعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا المحشي كمان، بصوا المحشي منتهى الجمال. وزي ما انتوا عايزين، زي ما بقول لكم لو انتوا عاوزين تعملوا رقاق تمام، يعني ممكن تعملوا برضو حبة ملوخية ناشفة او حبة ملوخية خضراء زي ما انتوا عايزين. في الصيام الناس ما بتحبش تاكل طبيخ وما بتحبش تاكل حاجات كتير. بصراحة هو الاكل ده كده تمام قوي قوي. وممكن تعملوا كمان حبة لسان عصفور او شوربة خضار. ده برضو افكار واكل خفيف يعني. مش لازم بقى نتقل طبيخ وحاجات كتير. خلاص كل سنة وانتم طيبين ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مستنية منكم كومنت حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.